عوج الدنيا تمشي وياي. وهنا وراح نقول السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية. طبعا اليوم بنات حبيت انه اسوي الكيكة الباردة، وسويت عندي الشغلة الرئيسية بيها اللي هي المحلبي. بنات ماكو وحدة متعرفة تسوي محلبي ويكون شوية قاسي، يعني مو طري. واني خليت وياه اليوم قشور الليمون، يعني نكهة ولا اروع من عندها. واذا انتم تحبون غير نكهات هذا الشيء يظل يمكم، بس هنا يعني فشي روعة. وياها بنات عندي مغلف واحد من الكريم الشانتي، وعندي هنا 2 عندي من البسكويت. هذا اللي بس نحتاجه ويا الكيكة الباردة مالتنا. هنا عندي اني العجانة او الخفاقة. انتو اي مكسر اذا يكون عندكم تقدرون تخلونه يعني بيه وتخلطون. فانا ايش راح اسوي؟ راح اخلي هذا المحلبي عندي هنا واخلي فوقه الكريم الشانتي. بقى هنا صديقاتي خليت عندي المحلبي مالتي، والمحلبي مالتي المقدار مالته خليت عندي 2 كوب من الحليب، وملعقة من الطحين، وملعقتين من النشا، وهسه هنا و4 ملاعق شكر. هسه هنا راح اخلي اني عندي كريم شانتي بنات، وراح اخلي بنات عندي هنا هذه نوعية الجبن. واذا عندكم انتو من هذه المربعات الكيري يكون هم بعد اطيب. ملعقة واحدة خليت، وراح اخليهم يخلطون سوا وبس. باعوا بنات شلون صارت عندي تخبل تجنن تقطع. بس بنات راح اجيب اني عندي التبسي مالتي وابلش اشتغلها. هنا حضرنا التبسي مالتنا، الحليب، هنا بنات راح نبلش بأول طبقة. هذه صارت عندي بنات الطبقة الثانية. راح اخلي الطبقة العفو الأولى، وراح اخلي الثانية هيك. وهنا بنات من بعد ما خليت عندي طبقتين صارت، راح اخلي عندي الحشوة. صارت تجنن روعة. اكيد انتوا راح تجربوه وراح تكتبوا لي بالتعليقات. اسهل حلب الكرة الارضية. راح نبلش نخلي طبقتين ثانية بنات. طبعا باكيتين البسكت كلش كافي، حتى شوفوا القياس البسكت انا قلت لكم اياه. طبعا بنات باعوا شلون صارت عندي، وخليتها شوية بالثلاجة. فمن بعدها سويت عندي صوص راح اراويكم اياه.
طبعا أخذت كيكايتي وانطلقت. السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية. طبعا طلعت بوحدي لأنه أريد أوصل أم صهيب، وقلت أتونس وياهم شوية من دون الأولاد. خليت نيادي والأولاد بالبيت، ولأنه يوسف بالمدرسة وتموري شوية مرضان، فلهذا خليته يم أبوه حتى لا يتمرض أكثر وآخذ راحتي أني أكثر. مرة ووقف كل شي، قلب وساعتي ورمشي، عوج الدنيا تمشي وياي. وهنا أصدقائي أكيد أني اجيت ويا أم صهيب. طبعا سويت الكيكة مثل ما تشوفوا، يعني مثل ما شفتوها. جبنا الكيكة وعندنا هنا احنا اليوم عامل نظافة جديد، شوفوا بس حلو. شلونكم حبايب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. هم الحبايب تعودوا علي، يعني كل ما اجي هنا اشتغل بالبلديه. والله هسه قبل لا انت تجين انا نظفتها ليش على اساس نقعد هناك مو قريب كلش على السيارات. ما حبيت المكان، قلت خلينا نغير هنا احسن. اول مره شو نسوي؟ ناخذ نقاط مسحه بالكلنس المرطب، تنظفين على راحتك، توخرين كل الغبار والوسخ، وبعدين ترجعين مرة ثانية تمسحين. أمانة الله اليوم أم صهيب مو طالعة كيكة. شكرا حياتي. طبعا طالعة تخبر تموت. لأن أنت تحبين هذا اللون. لا أموت ولا هي أنا نفس الرقعة وكل شيء ما تغير فيها. أموت على هذا اللون. أموت عليه. والنوبة هي لابسة حبابة مال الحلوة، اللون اللي عاجبك هو اللي أنا طالع فيه. بديت قلبي شفت كل شيء حياتي. بس حلو. طبعا هنا مقر أم صهيب بورتانة. كلش تحب هنا هذه الحديقة بورتانة. مو بس أحب، ما عندي سيارة فلهذا ما أجي غير على هذا المكان. احكي الصحيح. طبعا اليوم أكيد أنا متفقة وياها، ويوسف وتموري وهذولي كلهم الحباشات ما خليتهم يجون، أنا ما أريدهم يجون لأنه يضوجوني يعيقوني. اي تموري ما تقدرين يعني تتقيدينه، وكان مريض هم يا حبيبي. شوية صعبة انه تجين تجيبين. هنا هسه تشوفون الجو حلو، بس على غفلة تلاقون الجو كله انقلب غير شكل. فادعوا لنا اليوم نكمل طلعتنا روحة رجعة بدون امطار وعواصف وتراب ماء. اي والله. وام صهيب بعدها مستمرة بالتنظيف. طبعا حلو جبناهم، اني دبيتهم من هناك وخليت الحبابة هنا قريبة هم علينا، والجراج يا محلاته، لانه اذا نخليها هنا على هذا الشارع راح يطلقونا غرامة. يمكن هذا اوسخ مكان قاعد فيه. لا ما تكلم. طبعا عبالك مر عليه الدهر باين. اي يعني انظف وما يفيد. لا تنسين يبقى حلول الجو شلون كله مطر كله مطر. اي حباوي شبعت قامت تتلملم. اي والله حباوي شبعت وقامت تتلملم. الحمد لله رب العالمين. اهم شيء انه شبعت. هي ام صهوبي هيلا خلصنا اكل هناك. تحطيها وقلبي ما ينقلب لانه كلش كبيره. باي باي باي. دشت. طبعا لملمنا شغلاتنا وخليناها بالسيارة، بس من بعد ما الحمد لله أم صهيب كملت كل شيء، أكيد أنت شفتوا بالفيديو مالتها. كملنا كل شيء وحتى الحلو، يعني ضيفت خطارها على أكمل وجه. آخر شيء صارت الدنيا تمطر، فأخذنا الجماعة حتى نوصلهم وأوصل أم صهيب، والرياجيل أكيد راحوا بغير سيارة لأنه ما تكفي. فحبينا ناخذكم بهذه الأجواء الممطرة الحلوة. طبعا أحب أمشي بالأجواء الممطرة، والنوب إذا تكون الحبيبة مالتي وياي، فهسه راح أوديهم للبيت وراح أقول لكم مع ألف سلامة حبيباتي وصديقاتي.